أسوأ حاجة تحصل للعيب كرة هاوي إن هو ياخد أجازة على حسابه ويسافر ويخسر 10-0. اهلا بيكم في حواري العالم. كونر تريسي حارس اوكلاند سيتي طلع بتصريح بعد ماتش بايرن ميونخ خلى العالم كله حرفيا يتصدم. قال انا اخدت اجازه من غير مرتب علشان اقدر العب كاس العالم، وعارف ان ده هيبقى ليه اضرار عليا في الايجار، بس اللعب ضد بايرن ميونخ وبنفيكا وبوكا جونيورز امر يستحق العناء. طبعا انت مصدوم زيي، ازاي شغلانه ثانيه وايه الكلام ده؟ بس الحقيقه ان تريسيه زيه زي اي لعيب موجود في اوكلاند سيتي، بيشتغل في شركه ادويه بدوام كامل وبيوزع الادويه، وبيلعب كوره بدوام جزئي فقط بعد الشغل. وده حاله زي حال اي لعيبه ثانيه موجوده في اوكلاند سيتي، زي مثلا ماريو ليليتش بيشتغل مندوب مبيعات في شركه كوكاكولا، وغيرهم يعتبر نص الفريق كمان، منهم المدرس ومنهم اللي بيشتغل في اي شغلانه ثانيه موجوده في نيوزيلندا. طب هم شغالين شغلانه ثانيه بيتدربوا ازاي؟ لعيبه اوكلاند عامله زيي وزيك كده، لما نروح نلعب ساعه كوره بيخلص الشغل يجي ميعاد التمرين فيتدربوا فيه 4 ايام ورا بعض، واليوم الخامس بيكون يوم الماتش وبيلعبوا فيه. حاجه كده شبيهه بالدرجه الثانيه موجوده في مصر او الثالثه. طب ليه هم عاملين في نفسهم كده اصلا؟ علشان بكل بساطه الكوره هناك مش اللعبه الشعبيه الاولى اصلا، فالانديه ما بتصرفش وما بتدفعش للعيبه، ده بجانب الظروف الاقتصاديه اللي موجوده في نيوزيلندا والعيشه هناك اصلا غاليه، فمضطرين ان هم يشتغلوا ويسترزقوا. وبصراحه انا عندي استغراب ويا ريت كلكم تشاركوني فيه، ازاي مع مكافاه الفيفا وان الفرق كلها هتاخد فلوس كويسه النادي ده مش هيقدر ان هم يدفع لهم فلوس تعويض؟ والقصه بصراحه انا حاسس ان هي دراميه ومستغربها شويه، بس للاسف اغلب الصحف والناس كلها بتتكلم عليها ان هي فعلا قصه حقيقيه. لو عايز تعرف اكتر عن اخبار كاس العالم اعمل لايك وفولو عشان نتقابل تاني. انا احمد سينا من خدها اقول.